قانونية صوم يونان في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. صوم يونان تم في الكنيسة القبطية عن طريق البابا برقام ابن زرعة السورياني في القرن العاشر. البابا برقام ده كان رقم 62. الصوم يونان بيعترف به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة السوريانية بيصوموا 3 أيام، والكنيسة الأرمنية بيصوموا 5 أيام. ليه إحنا بنصوم صوم يونان؟ البابا برهام بن زرعة هو أصلا صوم يونان ده كان صوم تبع الكنيسة السوريانية. الكنيسة القبطية خدته من الكنيسة السوريانية عن طريق البابا برهام بن زرعة. ليه بنصوم 3 أيام؟ لأن أهل نينوى صاموا 3 أيام. طب وإحنا مالنا ومال أهل نينوى؟ طبعا هقول لكم ليه إحنا مالنا وأهل نينوى ليه؟ لأن الصوم الكبير على الأبواب، والصوم الكبير معناه توبة حقيقية، والإنسان فعلا يبقى ناسك وشديد القدسية والقداسة. ليه؟ لأن الصوم الكبير ده بالذات هو الصوم اللي ربنا يسوع له كل المجد صاموا عنا 40 نهارا و40 ليلة. يبقى قبل ما ندخل الصوم الكبير لازم يكون في إعداد للتوبة صحيح. فبناخد الصورة بتاعت أهل نينوى تابوا إزاي في ال3 أيام دول، علشان إحنا كمان لما نصوم الكبير نصومه بنفس المقدرة، ويكون عندنا فعلا توبة حقيقية وقداسة حقيقية. عشان كده إحنا خدنا الصوم بتاع أهل نينوى ال3 أيام دول نموذج مصغر للصوم الكبير، علشان لما نيجي نصوم الصوم الكبير يكون احنا اتمهدنا من خلال هذا الصوم العظيم. صوم يونان في الحقيقة في أحد البطارقة يعني قال ما فيش داعي نصومه، لكن الشعب هو اللي قال له لازم نصوم صوم يونان كما كان. وفعلا تم تثبيت هذا الصوم من القرن العاشر حتى هذا اليوم إلى مجيء ربنا يسوع له كل المجد. طبيعة صوم يونان الكنيسة بتعيشه ازاي؟ الكنيسة بتعيش صوم يونان زي الصوم الكبير بالظبط، نفس النغمة بتاعت الأيام بتاعت الصوم الكبير. بنصوم لحد الغروب، نفس الكيفية بتاعت الصيام اللي هو الانقطاع عن الطعام لحد الغروب. في نفس الوقت برضو ممنوع خالص في أكل اللحوم والأسماك وكل منتجات الطيور والحيوانات والأسماك والكلام ده كله. والإنسان بيبقى بنصلي بيبقى عنده عمق روحي للصلاة. حتى الكنيسة بتصلي في هذه الأيام المزامير لحد الغروب، لحد النوم، أنا آسف، لحد النوم. الكنيسة كلها بتبقى في عمق روحي جميل ونسك حلو شديد. على فكرة النسك والتقشف والإنسان يكون زاهد ده بيعمق الحياة الروحية للإنسان مع ربنا. ربنا يبارك حياتنا لأننا كل مجد وكرم آمين.